يا صباح السعادة على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير والله. النهارده هنعمل 3 وصفات حلوين جدا جدا، والله لو شفتوا الفيديو ده للاخر هيعجبكم قوي. ما تنسوش صلوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين. اول وصفه معانا، اللهم صل على سيدنا محمد. هجيب هنا مكعب زبده ومعلقتين زيت وبصلايه تكون متقطعه جوانح، او يعني بشوروها قطعات تقطيعه اللي تحبوها يعني. هديها تشويح لحد ما تغير لون، وبعد كده هجيب عندي صدر فرخه ما كانش كبير. هبدأ إن أنا مقطعاه كده برضو شرايح رفيعة. ممكن تقطعوه مربعات زي ما انتوا عايزين. هخليه ياخد تشويحة ويغير لون وياخد صدمة كويسة. تكوني مجهزة عندك فلفل حامي وممكن فلفل ألوان أو أخضر بس زي ما انتوا عايزين. حطي بقى أي توابل انت بتحبيها. أنا حطيت معلقة صغيرة من الزعتر ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وحطيت رشة ملح كده، وممكن تحطي فلفل أسمر كمان معاها. هخليهم يتقلبوا مع بعض كويس، وهنزل عليهم بمعلقة من صلصة الطماطم المركزة. هاقلّبهم مع بعض كويس. أنا عايزاه يبقى فيها زي صوص خفيف، يعني صوص قليل يعني مش كتير، بس يكون فيها شوية صوص. هي دلوقتي كده استوت وتمام، لإن صدور الفراخ ما بتاخدش وقت خالص. حطيت لها ربع كوباية من المَيّة وهاقلّبها كده كويس، يا دوب تقليبة واحدة بس كده وكلّهم يغلوا مع بعض، وأروح شايلة كل الفراخ من الطاسة. إحنا هنعملها كلّها في طاسة واحدة، فهاشيلها من الطاسة، وبعد كده هابدأ إن أنا هانزّل كل اللي في الطاسة، الصوص اللي في الطاسة ده هانزّله، وفي نفس الطاسة هابدأ إن أنا هاعمل الرز بتاعنا الجميل اللي هتشوفوه معايا. في الطاسة بقى بس ما يكونش فيها حاجات متحروقة كتير، يعني نزّلي كل اللي في الطاسة وهتضيفي برضه مكعب زبدة ومعلقتين زيت، وهاضيف عندي بصلاية برضه متوسطة بس أنا مقطعاها رفيع أو يعني ناعم، وهاخلّيها تتبّل أو تتشوّح شوية، وهانزل بعود قرفة فصين حبّهان، وممكن تضيفي بهارات رز بسمتي لو أنتِ عايزة. هاخلّيها بس تاخد تشويحة كده يبقى لونها برضه يعني بدأ إن هو ياخد لون دهبي، وهانزل عليها بكوبايتين من الرز المصري بتاعنا، أو ممكن رز بسمتي عادي. بس الرز المصري طبعًا متوفّر عندنا وطبعًا أرخص من البسمتي، بس بتبقى تحفة بالبسمتي برضه. هادّيها نُص معلقة صغيرة من بودرة الزعفران، ممكن تحطّي كركم أو بهارات رز بسمتي زي ما إحنا متعودين مع بعض. ممكن نحط كمان كاري، ما فيش مشكلة خالص. ده علشان يدّينا لون وكمان بيدّي طعم حلو أوي. أنا دلوقتي هاقلّبهم كويس. لو عايزة بقى تضيفي عليهم مثلًا جزر على بسلة، كان عندي شوية صغيّرين أوي من الجزر والبسلة، فما كنتش هاضيفهم، بعدين قُلت برضه هيدّوكِ قيمة غذائية وكمان هيدّوا شكل حلو في الرز. هاضيف كده بقى إيه، هاضبّط الملح بتاعي، ممكن تضيفي مكعب مرق. المهم إن أنتِ تقلّبي في الرز شوية كده علشان يتغلِّف كويس بالمادة الدهنية، ويطلع معانا مفلفل. هتشوفوه معايا مفلفل قد إيه وجميل. أنا هاضيف كمية مَيّة قد كمية الرز، كوبايتين من المَيّة، وهاسيبهم لحد ما يتشرّبوا، وهاهدّي النار مثلًا إيه، 10 دقايق كده والّا حاجة، لحد ما الرز يبدأ عندي يستوي على نار هادية جدًا. الأكل لمّا بيستوي على نار هادية بيدّي طعم أحلى. الرز بقى بيطلع بُصّوا مفلفل قد إيه، وشوية البسلة الصغيّرين والجزر، أنا عايزة أقول لكم والله كانوا مدّيين طعم حلو جدًا يا بنات. عود القرفة اللي إحنا حاطّينه مدّي طعم خرافة. أنا دلوقتي بس جِبت بقدونس، يعني عودين كده من البقدونس قطّعتهم حوالي معلقتين كبار، وحطيتهم في الرز وقلّبتهم وخلاص كده. بقى الرز جاهز عندي وكل حاجة جاهزة. أنا باحب أقدّمها بالشكل ده، وباحب أعمل جنبها سلطة دقوس. يعني هي بما إنها أنا عارفة إن هي مش مشويات ولا حاجة، بس سلطة الدقوس معاها حلوة جدًا. اللي مش عارف سلطة الدقوس هاقولها لكم سريعًا. باجيب طماطمتين أحطهم في الكبة، وأحط معاهم قرن فلفل وشوية بقدونس، حوالي كده معلقتين كبار من البقدونس، وباحط معاهم بصلاية وفص توم وملح وفلفل، وأقلّبهم كلّهم في الكبة واخلّيهم مهروسين كده زي إيه، هرسة خشنة. يعني بيتضربوا ضربتين في الكبة بيبقى حلو جدًا، جدًا. ممكن تحطّي معاه معلقة خل وعصير ليمون، بتبقى خطيرة. جنب بقى أي حاجة مشوية وأي مندي أو حاجات زي كده، أنا باعملها برضه كمان جنب الشاورما. يعني بدل السلطة اللي هي الخضرا بتاعتنا دي بتطلع خطيرة يا بنات. وده بيبقى شكل وجبة الغدا بتاعتنا، بتبقى جميلة جدًا. وتقدروا طبعًا تضاعفوا المقادير أو تقللوها وتقدموها بالشكل اللي تحبوه، ما فيش أي مشكلة. خلّصنا كده الوصفة دي، تعالوا بقى نشوف الجمال على أصوله. الوصفة اللي جاية دي خطيرة، ومن عجينة واحدة هنعمل وصفتين حلو وحادق. خطيرة يا بنات إن شاء الله تعجبكم. عندي هنا كوبايتين من المَيّة مبدئيًا،
هاضيف عليهم المَيّة الدافية، وممكن نستخدم حليب ما فيش مشكلة. هاضيف عليهم معلقتين من الخميرة، و4 معالق كبار من السكر، وهاقلّب كده لحد ما السكر يبدأ إن هو يدوب مع الخميرة. لو مش متأكدة من نوعية الخميرة خلّيها على جنب لحد ما تبدأ إن هي تختمر معاكِ. جيبي بقى نُص كوباية من الزيت ودوّبي عليها معلقة كبيرة من الزبدة وضيفيهم. بعد كده هتقلّبيهم مع بعض وتضيفي بقى كيلو من الدقيق، و4 معالق كبار من الحليب البودرة ممكن تستغني عنه، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح بين صوابعِك كده خفيفة علشان تظهر النكهات اللي إحنا هنعملها. هابدأ إن أنا هاقلّب الدقيق كده لحد ما العجينة عندي تتلم معايا. أهم حاجة بقى إن أنتِ تاخدي العجينة دي على الرخامة وتعجنيها كويس جدًا، جدًا، حوالي كده 10 دقايق، ربع ساعة، لو عندِك عجّان هتسهّل عليكِ. بُصّوا ملمس العجينة بعد العجن عاملة زي الملبن كده، ناعمة وملمسها ناعم وفي نفس الوقت طرية وما بتلزقش في الإيد. هاخلّيها بقى تخمر لحد ما يتضاعف حجمها لمدة ساعة وأكون حضّرت الحشوة. ربع كيلو من اللحمة المفرومة أو نُص زي ما أنتِ عايزة. حُطّي عليهم معلقتين كبار من البقسماط، ومعلقتين من بهارات الكفتة، توابل الكفتة بتبقى جاهزة من عند العطار، أنا ما استخدمتش توابل تاني، ومعلقتين كده كبار من البقدونس المفروم ناعم. وهتضيفي كمان عندِك بصلاية متوسطة تكون مبشورة ومتصفية من المَيّة. هاضيف نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يعني رشة ملح كده نُص معلقة صغيرة. التوابل بتاعة الكفتة الجاهزة بتبقى فيها ملح، فخلّي بالِك من وأنتِ بتضيفي الملح. حطيت معلقة من النشا وعجنتها كويس جدًا، لازم يكون فيها نسيج كده أو فيها خيوط لمّا تتعجن كويس. أنا أصلًا من الأول كنت جايبة اللحمة المفرومة مفرومة وشّين، علشان كده ما اضطريتش إن أنا أفرمها في الكبة. لو أنتِ اللحمة عندِك خشنة افرمي كلّه مع بعضه في الكبة. كوّرتها كِوَر صغيّرة وخلّيتها على جنب، وجِبت صينية مدهونة بالزبدة، وبرضه دهنتها وخلّيتها على جنب كده. العجينة بتاعتنا بقى خمرت، أنا عايزة أقول لكم اللهم بارك ما كمّلتش ساعة وخمرت، لإن الخميرة كانت حلوة جدًا، جدًا. العجينة مخدومة والمَيّة دافية، فعايزة أقول لكم مع إن الجو برد إن ما خدتش وقت خالص. أنا هاخد العجينة دي هاقسمها على 3، هاخد جزء منها، الجزء ده كبير شوية هاخلّيه كده على جنب، والتلتين الباقيين هاقسمهم أو هاعملهم رول، وهاقسم كل رول جزئين بالشكل ده، وهاخدهم أعملهم قطع صغيّرة. قطع حوالي مثلًا 18 جرام، 20 جرام بالشكل ده. هابدأ بقى إن أنا هاخد الكِوَر دي هالمّها على بعضها وأحطها في الصينية اللي هي مدهونة دهنة زبدة، وممكن ترشي فيها رشة سميد هتدّيكم قرمشة من تحت حلوة جدًا، جدًا. كوّرت كل الكمية. بعد ما أخلّص تكوير هاكون مجهّزة بقى معلقة كبيرة من الصلصة، أحط عليها معلقة كبيرة من الزعتر، وأحط عليها برضه معلقة كده صغيرة من السكر، أحط كمان رشة ملح، معلقة من الزيت، ممكن تحطي فلفل أسمر، وحطي توم بودرة بقى أو ممكن نستخدم صلصة بيتزا جاهزة على طول ما فيش أي مشكلة خالص. أنا هاقلّبهم مع بعض، الصوص بيبقى تقيل بالشكل ده. حطيت كمان رشة ملح، أنا كاتبة لكم المقادير على الشاشة علشان وأنا باتكلم لو في أي حد ما فاته أي حاجة يقدر ياخد screen من على الشاشة على طول بالمقادير. أنا دلوقتي كده هابدأ إن أنا هاجيب المعلقة المعيارية دي أو أي حاجة صغيرة عندِك، وابدئي اعملي لها زي تجويف كده مكان نحط فيه الصلصة بتاعة الطماطم. أنا مش هاوزّعها، أنا هاحطها في النُص بالشكل ده، ممكن نستغنى عن صلصة الطماطم دي ونحط كاتشب مكانها ما فيش مشكلة. هابدأ بقى هاجيب كرات اللحمة اللي إحنا عاملينها الصغيرة دي، يعني كرات اللحمة قد كرات العجينة، فمش عايزين نبقى بناكل قطعة عجينة لأ، ممكن آكل قطعة لحمة كده معاها، ممكن نضيف جبنة موتزاريلا من تحت وممكن لأ، يعني براحتكم. أنا هاخلّيها تخمر شوية وبعد كده هابدأ إن أنا هاجيب صفار بيض، وممكن ندهن بحليب بس الوش ما فيش أي مشكلة خالص، وادخّلها الفرن تستوي على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. لحد ما تستوي بقى هاكون خدت باقي العجينة قسّمته كده على برضه جزئين، وعملته برضه كرات صغيّرة جدًا علشان هنعمل حاجة حلوة والله يا بنات أوعدكم اللي أنتم لو جرّبتوها مش هتبطّلوا تعملوها. هتجيبي كده جبنة كريمي أو جبنة مثلثات أو جبنة مربعات أو تخلّيها سادة ما فيش أي مشكلة خالص. جبنة كريمي دي أنا باجيبها من عند اللبّان سايبة بتبقى أرخص بكتير، يعني الربع كيلو ب17 جنيه بتبقى حلوة أوي، أوي وزي الجبنة الكيري بالضبط. عملت لهم كلّهم كرات بالشكل ده وهاخلّيهم على جنب. هُم خمروا شوية، سِبتهم يخمروا شوية، وبعد ما يخمروا شوية ويلزقوا في بعض كده، جيبي معلقتين كبار من السكر البودرة، حطّي عليهم معلقتين كبار من القرفة، وقلّبيهم مع بعض. ممكن تحطّي كاكاو وممكن ما تحطّيش، أنا باحب طعم القرفة جدًا أنا وولادي. أي حاجة حلويات فيها قرفة
إحنا راشقين فيها بنحبها جدًا، جدًا. فأنا هاخد بقى القرفة والسكر دي وهاحطهم على وش ال الفطاير بتاعتي بالشكل ده، ما تقلقيش إن هي تيجي حتى من تحت في الصينية، ما فيش مشكلة، مش هتتحرق ولا أي حاجة خالص. غرقيها سكر وقرفة وحطي كل الكمية، دخليها الفرن بقى على درجة حرارة 180 20 دقيقة، أو 15 دقيقة. أول ما تحسي إن هي أخدت لون دهبي من فوق تطفّي عليها النار. أنا ما شغّلتش الشواية بالمناسبة، لحد بقى ما هي تستوي هتكون دي طلعت من الفرن. عايزة أقول لكم خطيرة، إحنا كده عملنا الغدا والتحلية كلّها في نفس الوقت، ومش هياخد منكم وقت خالص. مسافة ما دي تتحط في النار في الفرن هتكوني أنتِ خلّصتِ اللي هي الحلو، هتطلع معاكِ تحفة. أول ما بتخرج من الفرن باجيب معلقة زبدة ومعلقة زعتر ومعلقة بقدونس مفروم، وبالمّع بيها الوش كده بتطلع خطيرة يا بنات. كفتة مستوية وجميلة، وتعالوا بقى نفتحها من جوّه قبل ما نعمل الصوص اللي هنحطه على خلية السينابون. بُصّوا بقى، هاورّيها لكم. هو بُصّوا الأفضل إن إحنا نخلّيها تهدى شوية علشان تبقى يعني البُخار هدي، العجينة ارتاحت كده وردِّت من حرارة الفرن. أنا ما غطيتهاش بالمناسبة لإن هي مش محتاجة تتغطى، هي طرية جدًا، جدًا. دي بقى تنفع تتحشي بدل اللحمة المفرومة، تتحشي جبنة موتزاريلا بس مع صلصة بيتزا، ممكن تتحشي فراخ، ممكن تتحشي جبن زي لانشون وجبن وكده. خطيرة، خطيرة، خطيرة. تعالوا بقى نعمل صوص للسينابون. 4 معالق من الجبنة الكريمي اللي إحنا استخدمناها في الحشوة، وحطي عليها معلقتين زبدة ونُص كوباية من السكر البودرة. ممكن تزودي السكر زي ما أنتِ عايزة، بس أنا استكفيت بنُص كوباية من السكر البودرة، كانت سكرها معتدل وحلوة جدًا، جدًا. ممكن تضيفي كمان فانيليا، ممكن من غير مضرب خالص. أنا قلّبتهم بالمعلقة كده، بس المضرب بس علشان يسرّع إن هي تبقى كريمي أكتر معايا. لو عايزين الصوص تقيل كده خلاص كده تمام، لو عايزينه خفيف زوّدوا له معلقتين حليب أو مَيّة، ما فيش مشكلة. خلية السينابون بقى ما شغّلتش عليها الشواية، أول ما تطلع من الفرن خلّيها تهدى بس 5 دقايق، وشيلي بقى وخدي بقى الصوص بتاع الجبنة ده حطّيه عليها وهي دافية كده. يا الله على جمالها، يا الله على جمالها يا بنات، تحفة. طعمها يجنن، يجنن. ممكن تحطّي عليها أي صوص كراميل أنتِ عايزاه، ممكن ما تحطّيش زي ما أنتِ عايزة. أنا كان عندي عارفين الصوص بتاع الكراميل اللي بييجي مع الكريم كراميل ده، ممكن تحطّيه، ممكن تحطّي عليه آآ صوص شوكولاتة، ممكن تحطّي عليه عارفين مربى الحليب اللي كُنّا بنعملها، يعني أي حاجة أنتِ بتحبيها طبعًا للشكل، لكن هو صوص الجبنة مش محتاج معاها أي حاجة. خطيرة، خطيرة، خطيرة يا بنات. طعم القرفة وطعم طعم الخبيز عامةً في البيت مدّي للبيت ريحة وبهجة وسعادة، والولاد انبسطوا جدًا، جدًا منها. أنا عايزاكم كلّكم تعملوا الوصفات بتاعة النهارده، لإن هي بجد حلوة أوي وتقدروا تعملوها من أقل المقادير. ولو عايزين تعملوا حاجة واحدة اقسموا المقادير نُصّين واعملوا حاجة واحدة بس من اللي إحنا عملناها براحتكم خالص. وجرّبوا أول وصفة برضه خطيرة وتحفة وسريعة ومش هتاخد منكم وقت. يا رب وصفات النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش تصلّوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين، تحبوا العرض الصوتي والّا العرض الصامت. وأشوفكم على خير إن شاء الله، فيديو جديد. باي، باي.